السلام عليكم يا شباب. النهارده الحلقه ال 14 من قصتنا. لو ما اتفرجتوش على الحلقات اللي فاتت خشوا اتفرجوا عليها دلوقتي، ويا رب الحلقه تعجبكم وصلوا على النبي. يلا بينا نبدا الحلقه. تنتهي احداث حلقتنا اللي فاتت بعد ما سو خلص على الحلزونات وموتهم كلهم. سو رجع خطوه وداس على الارض جوه، وفجاه جناحين طيور طلعوا من جسمه وانطلق لفوق. الجناحين انفردوا وطار عالي في السماء. الحلزونات الرماة شدوا الاقواس والسهام واندفعوا ناحيته بسرعه، لكن سو ما تهزش، رخى جسمه واندفع لقدام مباشره. سور المدينه الضخمه عداه بسهوله ودخل لجوه. اول ما شافوه جحافل الحلزونات العملاقه زمجرت واتقربت ماسكه اسلحتها من غير اي خوف. ضحك ضحكه خفيفه وقال اعصار، وفجاه كانه شاف حاجه. سو وقف مكانه وبص لفوق، ومن فوق اعلى برج زعيم الحلزونات ظهر اخيرا. تبدا حلقتنا بانه سقف بسرعه لتحت وساب الارواح تتصرف في كل حاجه، وجري على طول لفوق. سو بجسمه الصغير وقف قدام الزلزال الضخم القوي بتاع الحلزونات. على طول ظهرت لوحه المعلومات مكتوب فيها تحول لحاله وحش. شاف ده وصاح سو على طول وقال المره دي زي بتوسي رمادي في المزرعه. زي بتوك باك اتغطى على طول بموجه قويه، وبعدين اترفع في الهواء. في نفس الوقت قدام سو رجليه اتغيرت وطلعت مخالب حاده. جسمه كله اندفع لقدام على طول وواجه الزلزال الضخم بتاع الحلزونات مباشره. فجاه عينيه اتلقلقت بشكل غريب وبعت اصوات مش مفهومه، بس هو ما قدرش يفهمها. فقال لنفسه فعلا ما اقدرش افهم لغه الحلزون. وهو بيفكر كده سو ضربه لكمه قويه على وشه، ما اداهوش فرصه يرد. الزلزال كله وقع على ظهره. استغل الفرصه وامر الارواح تعمل زوبعه. الارواح لما سمعت الامر غطت جسم الحلزون، وبعدين شكلوا زوبعه ضخمه ورفعوه في الهواء. الضربه القويه دي خلت جسم الحلزون يقع على الارض على طول. طلع سحاب غبار كتير، اطرافه وقعت سته ومفيش اي حركه. جسمه كله مرمي وبيطلع عينين بهدوء. عشان يخلصوا سو نزل لتحت على طول في المكان اللي مرمي فيه. صوت عالي اتسمع والحلزون خسر بطريقه مهينه. النظام بلغ ليفر كيوب انت اديت 238 نقطه انجاز. الباب اتفتح 450 متر للجنوب الغربي. العد التنازلي بدا. في نفس الوقت الحلزونات اجسامها كلها مليانه جروح من الزوبعه. صحيوا برضه. سو ما اهتمش بيهم وجري على طول لقدام. شافوه بيجروا من الباب والحلزونات على طول وراه ماسكه اسلحتهم باحكام. المكان اللي رايح له كان وكر الذئاب. استخدم مهاره الترويض علشان يسيطر عليهم. دلوقتي الحلزونات كانت على طول وراه. مفيش وقت للمواجهه. سو امر يلا نخرج من هنا. ولما خلص كلامه ظهرت على طول سلسله دوامات رباعيه الابعاد. الذئاب دخلوا فيها واختفوا. سو في الوقت ده كان لسه رايح على الباب علشان يهرب. بعد لحظه صعبه اخيرا ظهر شكله المبهم قدام الباب وطلع بره. واحده من رجليه غطت بره. جسمه كله متغطي بالتراب ووشه غامق ومفيش اي تعبير. بص لفوق بتعب وقال التاثيرات الجانبيه مختلفه تماما عن لما اندمجت مع بي سي يو. سو بص على لوحه المعلومات. شنطه الوحوش مستوى 1، الساعه القصوى 100، مروت حاليا 88، الذئاب الرماديه 86، باقي 1، الحمام 1. شاف ده وقال لو قدرت ادخل مره كمان كنت مليت كل ال100 وخليت شنطه الوحوش اترقت. وهو بيقول ده شكل نحيف بدا يقرب منه بهدوء. وفجاه قدام سو بالظبط ظهرت بنت اسمها سونج اي. سو استغرب وسال مين دي. بصت له بابتسامه وسالته انت مستر سوهو صح؟ سمع السؤال واتفاجئ وسال تاني مين. حواليهم الصحافه كمان وصلت بتصور بجنونه وبتسال بصوت عالي مش دي سونج اي ومستر سوهو؟ كانوا بيرموا بالحديث، هما مرتبطين. كل ما شافوا اكتر كل ما اتحمسوا اكتر. الراجل اللي واقف على طول طلع تليفونه علشان يبلغ المدير. الاتنين دول قابلوا بعض اخيرا. المدير كان رايح على طول، ولما سمع ده قال مستر سوهو وقع في الفخ. الراجل رد وقال له هي فعلا مختلفه عني. باين ان مستر سوهو متفاعل معاها. كل ما سمع اكتر كل ما اتحمس اكتر، وقال له طبعا يا غبي مستر سوهو راجل في الاخر. الراجل قال له باين رايحين مع بعض للكافيه. المدير قال له ده المتوقع، ما تخليهمش يروحوا منك انا جاي. واول ما وصل هناك سمع الكلام وصرخ من الغضب. المساعد كمان ما عرفش يشرح. فجاه سونج صرخت بصوت عالي وقالت قال انه مش بيحبني عشان انا ضعيفه جدا. لما سمع ده ضرب ايده على الترابيزه وسالها انت متخدره؟ قبل ما يخلص كلامه سونج وقفت فجاه من الضيق وصرخت وقالت له لا، وبعدين سابته ومشيت واقف هناك لسه متحير ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدين لف على المساعد بتاعه وساله ايه اللي حصل. وبعدين المساعد قال له ان هو محتاج البنت اللي تبقى معاه قويه. الكلام ده خلاه يتحير اكتر. المساعد قدم فكره وقال اظن ان في حد مناسب من الاستيقاظ في نقابتنا. ساله تاني وقال له مين. المساعد قال له دي رانك كيمونج. قال له شكلها قويه جدا. مجرد التفكير ده خلى دماغه توجع. خدش راسه من الضيق وقال لنفسه بجد الوغد ده اذواقه غريبه. طيب سهو دلوقتي فين؟ المساعد قال له راح على طول جوه البوابه. يا خساره الامور بتتعقد اكتر. وهو لسه مخلص كلامه المساعد اشار له قدام وقال له سهو خرج. لف وقال له مستحيل. بالظبط قدام بوابه الزنزانه سهو خلص المرحله الثانيه وطلع. باين ان المحصول المره دي كان كويس جدا وخلاه مبسوط وهو واقف مبتسم. ابن رئيس مجموعه دي جي بي شاف ده بعينيه بس لسه مش مصدق. اتفاجئ وقال لا مش مصدق ده هو كان دخل من كام دقيقه بس. من غير تردد ما ضيعش الفرصه وجري بسرعه. وهو بيجري عيونه كانت واضحه فيها حزم وقال يلا المره دي لازم نمسكه. على جانب سهو الاتنين دول جريوا اخيرا ناحيته وهم بيجروا نادوا عليه. سمع حد بيناديه لف وشه وبص. الراجل قال له يا ريت نتكلم شويه. وهو بيخلص كلامه وقف ببطء وحط ايده في جيبه علشان يعرف نفسه. لكن قبل ما يتكلم شكل سو اختفى بالفعل ودخل بوابه الزنزانه تاني. اللي شاف المشهد ده وقف متجمد مكانه عيونه بتتحرك مش فاهم ايه اللي بيحصل. قافل ايده من الغضب وسال
مستر سوهو اتجاهلني ودخل مش كده؟ المساعد اتلعثم ورد ايوه باين كده. ساعتها غضب جامد ورفع كمامه ومشي لقدام وهو بيشتم. المساعد حاول يوقفه اهدى يا مدير، وهو بيتكلم شاور وقال انت شفت الوغد ده اتجاهلني كمان صح؟ المساعد حاول يتدخل وقال له مدير صوتك عالي شويه، وهو لسه بيتكلم فجاه ظهر شخص وقال بعد اذنك وقف. سمع ده ولف بغضب وقال يا خساره مين اللي بيهرب دلوقتي؟ الشخص اللي ظهر كان سكرتير جون مع مساعديه وراه. لما شاف بوضوح اخيرا وطى صوته. المساعد واقف جنبه وانحنى للتحيه. مساء الخير سكرتير جون. رفع ايده بهدوء وضغط على النضاره وقال في هنا عيوب كتير فالافضل توقفه. زي ما توقع الكل مركز على الاتجاه ده. اتكلموا بين بعض وقالوا مش ده ابن رئيس دي جي بي؟ اتجاهل على ايد مستر سوهو واتعصب جامد صح؟ ضحكوا وقالوا يا ترى الوغد الوقح ده هيعمل ايه المره دي؟ استقبل النظرات دي بالغضب وفكر في نفسه يا خساره لو الشائعات دي انتشرت انا هبقى في موقف اسوأ. وهو بيفكر كده قال طب ليه ما تاخدش يوم اجازه يا مدير؟ مع انه عارف ان دي الحاجه الوحيده اللي تتعمل. كان لسه مبادر. فكر مره تانية وقال عملت كده. بعد تفكير شويه قال كده. رد عليه وقال له ايوه يا مدير. المحادثه خلصت ولف ومشي بصمت. وهو ماشي بعد ما ظبط كل حاجه المساعد ترون خرج تليفونه عشان يتصل. رد وقال ايوه يا مدير انا لسه واقف عند البوابه. من الناحيه التانية سالوا الولد الوغد ازاي وعمل مشاكل تاني. رد وقال له يا مدير اهم من كده قدره سوها على تصفيه البوابات اسرع مما كنا نتوقع. رد وقال فعلا هو الامر المفروض يكون كده، وقال هو ده السبب اللي مخلينا بنجري ورا سوهو. ولما خلص كلامه سوهو طلع ما اهتمش بنظراتهم واشار على لوحه المعلومات وقال عايش. لما وصل للجزء ده سوهو وقف تايه في تفكيره. جعان هقف دلوقتي. الراجل واقف قدامه بيصرخ متفاجئ. سكرتير ترون رحب بيه بابتسامه انا ترون ديمونج سكرتير رئيس مجموعه دي جي بي. وكمل وقال انا جيت اعتذر. بعد لحظه استرجاع للذاكره افتكر وقال له صح مع مرور وقت طويل سوهو فضول يعرف ليه ظهروا دلوقتي. اعتذار صادق مش كلام فاضي. سمع ده وشه اتغير فورا. ديمونج ابتسم وقال كمان حابب اشكر حضرتك، ده خلاه هو والشركات القريبه تتطور بشكل ملحوظ. مستر سوهو فعلا سمع ده. ديمونج كمل وقال حضرنا شويه هدايا وعملنا حجوزات عشان نناقش اكتر. ولما سمع ده سوهو سكت وراحوا الاتنين ناحيه العربيه شكلها حلو بتحبها. الارواح كانت حواليها شغاله بجد. فجاه صوت موتور العربيه اتسمع وبعدين وقف. اخيرا ناكل لوبستر ونشرب كحول بعد كل الايام دي. المشهد بيتغير لبيت سوهو وعربيه ماشيه، وبعدين العربيه بتقف وبينزلوا. ميزونج جين بيقول اليوم كان حلو النهارده، وبعدين جايشيك بيقول احنا كلنا سمك وشربنا للمره الاولى مع بعض، وبعدين بيقول ما ينفعش نلوم الراهب ميزونج جين على عدم شربه معانا، ولكن جونو ما شربش من ساعه ما اضطر انه يسوق. وهان دونجو قال هيكون حلو لو كان عندنا سواق خاص، وميزونج جين قال له صح لازم نوظف اكتر. وجونو سال بقى ايه المشكله، وهان دونجو صرخ وقال كنت مخطط اقابل الناس اللي سجلوا عندنا. وجونو قال له ليه بتقول كده دلوقتي؟ وهان دونجو قال نسيت لما كنا بناكل. وميزونج جين قال انا كمان كان المفروض اروح لمكتب البناء النهارده. وميزونج جين قال لو اتكررت كده بكره لازم نختار السمك والكحول مره كمان. الاوغاد دول مالين الشات بالشتايم. وبعدين قال لكن مش المفروض ان جونو يقوم بمقابله مع الموظفين الجدد؟ هان دونجو قال له ده صح ولكن ما عنديش ترخيص مرتزقه، انا انضميت بس بصفتي عضو في الفريق. الجمله دي فاجئت الكل. وهان دونجو قال له لازم تاخد ترخيص المرتزقه. جونو قال هو مش بكره اختبار رخصه المرتزقه؟ جايشيك قال له من المحتمل ان ما يكونش عندك وقت تروح هناك. وهان دونجو قال له لازم تخش بوابات وعندك كتير من المهمات. وجونو قال وهو محبط انا اسف. وهان دونجو قال له ان سوهو من المحتمل انه يعمل حاجه في الموضوع ده. وهان دونجو قال له انا سمعت مواقف عن دي كتير فان ده الشخص اللي بيعتني بكل حاجه. وبعدين جانو وجدته جريوا من البيت مبسوطين وبيصرخوا. الجده قالت لازم تدخلوا جوه اول ما توصلوا البيت. هان دونجو قال لها ان هم لسه واكلين لوبستر وده بيخليه عايز يشرب اكتر. يلا نعمل جوله ثالثه في البيت. المشهد اتغير جوه بعد ما استمتعوا باكله فخمه. سوهو قال مبسوط ده رائع، اكل ارقى وجبه حتى الفلوس صعب تشتريها مع 5 مهام. الراجل ظبط نضارته بشكل خفيف وقال ازاي تقول انها كتير؟ في ارض فاضيه صناديق عليها علامه دي جي بي متكدسه جنب بعض. وواحد قال اقتلوه بس يا اوغاد. رجع عند سوهو ابتسم وقال ايه الهدايا؟ من غير ما يضيع وقت دخل في الموضوع على طول. وقف المجامله ابتسم وقال يبقى هدخل في الموضوع على طول. زي ما تعرف نقابه دي جي بي لسه ما قدرتش توصل لمستوى النقابه النموذجيه حتى مع دعم دي جي بي، اقوى مجموعه عمليه في كوريا الجنوبيه في كل حاجه. رد وقال اكتر حاجه رئيسنا تعبان من ده. ساله تاني يبقى ايه؟ دي جي بي عايزه تشارك مع نقابه سو عشان يبنوا. سو اتفاجئ وقال هيكون مدينه زي المنطقه 12 في سول، بس دلوقتي النقابات في سول الناس متوتره جدا من الوضع الحالي، لكن لو عملوا 13 وقتها الناس هتبدا تنقل لمنطقه 13 والاسعار هتتجنن. ديمونج كمل وقال احنا واثقين ان نقابه سو هتقدر تحقق رغبات الناس، لكن نقابه سو دلوقتي عندها مشكله مش قادره تحلها لوحدها. النقابه ناقصه خبره، قوه بشريه وراس مال لبناء اداره مدينه لوحدها. في حاجات كتير لازم تتعامل معاها زي تشغيل اداره الزنزانات وتخطيط المدن والبناء والتفاوض مع الحكومه والشركات. سوهو ابتسم وساله يعني عندكم الفلوس والخبره بس ناقصكم القدره، عايزين تستعيروا قوه عشان تبنوا المدينه صح؟ ديمون رد وقال احنا شايفين امكانيات نقابه سوهو وعايزين نستثمر فيها، رايك ايه؟ تفتكر نقابه سوهو بس قوتها البشريه هتقدر تعمل ده؟ غمض عيونه وفكر بعمق وفاكر زمايله ده ممكن. شاف تردد
سوهو نص نص، وديمونج نصحه ليه اقوى النقابات في كوريا ما بياخدوش دعم من الدوله وبيتعاونوا مع شركات كبيره، احنا واثقين اننا نقدر نكون افضل شركه لنقابه سوهو. فكر في نفسه، نواياهم يبانوا منطقه سكنيه ويحتكروا منطقه الاعمال حوالين الزنزانات. ديمونج كمل في دماغه، نقابه سوهو لسه ناقصه القدره لاداره القطاع الاداري اللي محتاجين دقه عاليه، ايه اللي بتفكر فيه اكتر؟ دي جي بي افضل اختيار. سوهو رد وقال هفكر في ده. يبقى مش لازم تبداوا في بناء المنطقه 13 فورا. الرد ده فاجئه شويه واتلعثم وقال شكرا، وسال نفسه بقلق. قرير التحليل عن سوهو قال انه جشع وساذج جدا وبيحب الهدايا. صح، يمكن الهدايا كانت صغيره. من غير ما استنى اكتر سوهو وقف وقال اتاخرت، لازم امشي دلوقتي. ديمونج ابتسم وناداه باين انك نسيت، انا قلت لك قبل كده ان لسه عندي هديه ليك. سمع كده ووقف ولف وشه باستغراب. الراجل شرب شويه ميه وقال تعبت جدا عشان اجيب ده. سوهو شاف اسلوبه الغامض وقعد تاني على الكرسي المقابل ليه وقال ايه هي؟ ديمونج قال له سمعت انه بعد ما مطلوب وطنيا هرب ومختفي في مكان ما. فريق تحقيق دي جي بي عرف المدير جون. سمع الاسم وسوهو سال بشكل مدير جون وقال له صح، اتعاملنا معاه كانه ميت، اعمل اللي تحبه معاه. بس هو ما كانش مهتم بالشخص ده، ساب كل حاجه. ليه دايما بيعملوا حاجات شريره؟ انتوا عارفين تتعاملوا معاه بنفسكم. سلوكه خلى ديمونج متفاجئ وواقف مذهول. قبل ما يمشي ما نسيش يضيف حتى لو ما عملتوش حاجه ليه هو هيموت لوحده، ليه تجيبه تاني؟ تعب شديد. الراجل اتلعثم بسرعه بس بسببك اتعذبته كتير، على الاقل شوف وشه مره واحده. سو ابتسم وقال ايه اللي فيه حاجه تتشاف، بس ارميه جوه الزنزانه. الرد ده فاجئ الراجل اكتر وخلاه ساكت ومش عارف يقول ايه. فجاه بص على تليفونه وبعدين غير رايه. استناني شويه. في نفس الوقت في البيت جونهو وجانو لسه بيلعبوا قفله الرقبه. انت مسكته. فجاه التليفون جنب السرير رن قوه، كان سوهو بيتصل. جونهو مسك دماغه جامد وقال استسلم والا هتموت. حاول يوصل للتليفون وبعدين رد وقال الو يا سوهو. لما سمع كلام سوهو على التليفون جونهو اتفاجئ وقال دلوقتي؟ الوقت اتاخر جدا. ابتسم وقال الوقت ده بالظبط مناسب. قعد على طول وسال في ايه يا سوهو؟ جانو لسه ماسك دراعه وهو بيلعب كان جنبه. عيونه اتسعت وقال ايه، حد عايز يقابلني؟ على الطرف التاني سوهو فكره هبعت لك العنوان، يبقى الوقت مناسب دلوقتي تطلع، خد دواك قبل ما تطلع. جونهو مش عارف مين اللي عايز يقابله ومحتار جدا. دي جي بي مركز اللوجستيات، بس مين ده؟ الولد اللي واقف ورا مسك فيه وبيصرخ. لما رجع لسوهو ركب عربيته وبدا يسوق راجع. ديمونج كان مستني سوق بامان. سمع ده وابتسم وقال سيبه، اخويا الصغير يعرف يتصرف لوحده. الراجل انحنى شويه ورد تمام، اعتبرنا اسره وكلمنا في اي وقت. كلام خلص والعربيه دخلت الطريق الرئيسي. في مقر دي جي بي المبنى لسه منور. الرئيس مسك التليفون عشان يتصل ومبتسم وقال الو لسه في المكتب. على الطرف الثاني كان مدير المكتب ورد وقال زي العاده اتاخر، في حاجه محتاجها؟ الرئيس قال تمام، مدير جون قابل سوهو وباين ان المفاوضات مشيت كويس. شكرا. مدير المكتب رد ببرود شكرا عليه، انا كمان لازم ارد استثمارك بالطريقه دي. عاجلا ام اجلا كل اللاجئين في شوان هيتجمعوا في ارض سوهو. الرئيس كمل وقال طب بناء مرافق سكنيه وتجهيزات كبيره دلوقتي لازم يكون عاجل جدا مش كده؟ مدير المكتب اتكى على الكرسي ورد طبعا، في العالم المليان معاناه احنا مجبورين نعتمد على بعض عشان نعيش. المشهد اتغير للمنطقه المليانه حاويات شركه دي جي بي العملاقه. عربيه صغيره بتقرب ببطء. العربيه كانت ماشيه بسرعه وفجاه فرملت. من العربيه جونهو نزل ونظراته ماسكه على المجموعه الناس اللي مستنياه قدام. الكل اتكلم في نفس الوقت انت جونهو مش كده؟ رد وقال ايوه. بعد ما اتاكدوا ان هو الشخص بص عليه مره وببرود قال له اتبعني. جونهو حس ان في حاجه غلط. مش بعيد جوه حاويه كبيره جون كان مضروب ومجروح بشده. صرخ وقال يا خساره على الاوغاد دول، جعان جدا، لو اتفكيت هاكل دماغكم كلكم. وهو بيخلص كلامه فجأة صوت عالي جاي من بره الباب وسكت على طول. حس ان شتمه هيتحقق وظهر عليه الذعر الشديد. يا خساره مش قصدي كده. حاول بسرعه يوضح كنت غلطان بس قلت ده عشان جعان جدا. لكن لما الباب اتفتح الشخص اللي ظهر قدامه كان جونهو بعينين مستغربه. جون كمان اتفاجئ جدا وعيونه اتسعت وبعدين انفجر ضحك جامد. ايوه مين هنا؟ شكلك مألوف مش كده؟ شاف حاله الراجل المزريه. جونهو لسه مش قادر يتعرف عليه وحاسس بشويه ارتباك. جون كشف فمه اللي تقريبا من غير سنان ومستهزئ وقال يا خساره انت جونهو صح؟ نزل راسه شويه ووشه اتضلم وقال ايوه اهلا. قبل ما يكمل الراجل اتدخل بسرعه ايه اللي جابك هنا؟ رد وقال عشان اخويا قال حد عايز يقابلني. سمع كده وجون انفجر في الضحك الهستيري. لسه زي ما انت ما اتغيرتش صح؟ الكلام ده خلى جونهو يسأل محتار. ايه؟ قبل ما يتكلم اكتر بص حواليه. تقولش اخوك كمان جه؟ بص مباشره للراجل ورد لا ما جاش. جون بعد الاجابه دي ما ظهرش خوف او تردد، ابتسم نص ابتسامه ساخره. جونهو سأل ليه عايز تقابلني؟ الراجل ظهر هادي شويه واتلعثم عشان انا فعلا عايز اعتذر لك. على اعتذار الراجل المفاجئ ده جونهو ما ردش بس بص لتحت وهو بيفكر. كمل وقال له اليوم اللي ضربتك فيه كان عشان اخوك عمل مشاكل مع رجالي الاول وده خلاني اغضب. جونهو قطعه وقال له ايوه بس ده كله فات دلوقتي. جون ابتسم وقال شكرا. حاول يكمل وكمان عن قضيه اخوك، انا ما خدعتش اخوك بخصوص زنزانه الرتبه الخامسه الاوليه. الكلام ده خلى جونهو يحس بعدم راحه جواه. سمع كله ساكت. جون نصحه اسمع كويس، فكر قبل ما تاخد اي خطوه، ده مش حاجه اي مدمن عادي زي يقدر يعملها لوحده. شاف تعبير جونهو في اللحظه دي واتبسط اكتر. ابتسم وقال كل ده كان مخطط له من مكتب الاداره ودي جي بي عشان يستغلوك عشان فلوس، انا بس الضحيه. جونهو مش قادر
يسمع اكتر من كده وقطعه وقال اكيد متضايق جامد صح. الراجل عمل دموع تمثيليه وقال ايه تاني؟ بسبب كده شركتي وقعت عشان هارب في الحقول مليان حقد ودلوقتي يمكن يموت هنا. جونو سمع ده ولف داره ومشي وسال ببرود ده شيء محزن. طيب اقدر امشي دلوقتي؟ شافه على وش الخوف. جون اتفزع وصاح بسرعه لا لا استنى، عشان كده انا بقول لك ممكن تنقذني من هنا؟ يمكن ما تفتكرنيش بس انا كمان ساعدتك بالفلوس لما كنت محتاج ولقيت شغل الام جانو. بعد ما قال ده نزل راسه لورا. ليه اصلا قلت الكلام ده؟ فجاه رفع عينيه بص حواليه زي ما توقع. جونو وقف مكانه على طول بسبب الكلام ده. استغرب وساله ام جانو لقت شغل؟ ابتسم وقال في الوقت ده كنت مدير مركز التوظيف. هي قالت انها عايشه في بوس جديد وجت تتوسل لي عشان الاقي لها شغل. افتكر الوقت اللي راح فيه بيت جونو عشان يجمع الديون بعد ما خرب الحاجات حواليه على مزاجه. بعدين راح لمرات جونو وسالها جونو راح فين تاني. جون كمل مبتسم الفوائد اتراكمت اكتر واكتر وراجل البيت عديم الفايده عشان كده مراته واولاده بيعانوا كده. لما سمعت جسمها كله ارتجف ومسكت طفلها جانو جامد. الدموع نزلت على وشها وقالت لو سمحت سيبني انا وطفلي. هو اتقدم بخفه وحط ايده على دهنها وقال ايوه في حد قال حاجه عن القتل؟ انت بتتوسلي كده ولسه بتقاومي صح؟ ارجوك انا بتوسل لك. كمل وقال انت بتعاني كده عشان واقفه جنب راجل عديم الفايده. في حاجه تاكلوها في البيت تعيش كده تاني؟ ايه رايك اعمل لك شغل؟ حد زي ام جانو ممكن يسدد كل الديون في 3 شهور ولسه يبقى عندها فلوس زياده مش كده؟ هي ما ردتش على عرضه بس بكت وقالت لو سمحت سيبنا. جون شال محفظته وخرج شويه فلوس وقال وهو بيضحك مش زهقتوا من الحياه دي؟ الفرصه للستات عشان يغيروا حياتهم قليله اليومين دول. وحط ورقه وفلوس كتير قدامها. على الورقه مكتوب عقد حل المشقه مع كارت بيزنس وضعف وقال لو حابه تعملي ده كلميني. قبل ما يمشي فضل يرجع ويحذرها المره الجايه لما ما تشوفيش جوزك هاخدك معايا كمان. الكلام ده خلى الست اللي ماسكه طفلها تيأس ودموعها تنزل وهي تصرخ. لما رجعوا للحاضر وعرف احداث السنه دي جونه بغضب ساله ام جانو جت المكتب. جون رد وقال له ايوه لما اختفيت في اليوم البار ده هي كانت ماسكه جانو وبتتوسل بطريقه مؤلمه جدا. كل ما كان بيفكر جونو حاسس بوجع قلبه مضغوط. افتكر اليوم اللي رجع فيه البيت كله كان خراب وجانو بس مستلقي بيعيط ومراته مش باينه. جونو مسك ورقه مكتوب عليها زهقت من الحياه معاك ما تدورش عليا تاني. افتكر ده وشه اتضلم وسأل انت عارف دلوقتي ام جانو فين؟ جون رد وقال لو انقذتني من هنا هاخدك ليها. ساعتها تعبير جونو بقى مرعب. عيونه كانت بتبص ببروك كانه عايز يلتهمه حي. في نفس الوقت على جهه سوهو كان لسه ماشي بسرعه على الطريق. فجاه استلم رساله على التليفون وشه اتفاجئ جامد. في الرساله اللي كانت بعتها له كانت ميس سو قالت وصل لنا رد الايميل من البروفيسور توتر عايز يقابلك في انجلترا. شاف ان كل حاجه ماشيه تمام وابتسم وقال اخيرا. افتكر اللي ميس سو قالته قبل كده البروفيسور توتر باختراعاته عداد الطاقه النموذجي ومولد الكريستال الدموي هو المسؤول عن فجر عصر الصناعه النموذجي. سوهو فكر لازم يعرف عن السر بين التشوه الزمن والانقسام الفضاء على كوكبه. وقتها كده هيكون في طريقه الاقي اخواته تاني. افتكر ده مسك التليفون يتصل بحد لكن من الطرف التاني سمع بس رنات. الرقم اللي اتصلت بيه مش متاح دلوقتي. عينيه وقفت وافكار كتير عدت في دماغه ونادى السواق رد وقال له نعم. سوهو امر بسرعه يلف العربيه. السواق بص بفضول وساله رايح فين؟ هو بوش هادي اشار ورا ورد منطقه تخزين دي جي بي. في منطقه تخزين دي جي بي عربيه صغيره كانت ماشيه بسرعه مرعبه. من جوه العربيه جون رفع صباعه الاوسط واستهدار وضحك بصوت عالي يا خساره يا بغد. بعد كده جون بص لجونهو تاني مبتسم وقال شكرا يا جونهو. جونهو وشه بارد ومش باين عليه اي تعبير رد ولا يهمك. بعد شويه سواق العربيه دخلت منطقه مهجوره شويه. المكان كانه مهجور بقاله سنين طويله. كشافات العربيه كانت لسه مضويه بتخترق الظلام اكتر واكتر والعربيه اتحركت على الطريق الفاضي. لما سمعوا صوت الموتور شويه ناس متخبيين في البيت فوق فتحوا الباب وبصوا لتحت. جونهو بص على الخريطه في العربيه وشاف انهم وصلوا. العجل وقفوا تدريجيا لحد ما العربيه وقفت تماما. بص لجون اللي نايم ساكت وقال وصلنا. جون فتح عينيه ببطء وبص حواليه مدد وهو راضي وقال وصلنا خلاص. كانت غفوه حلوه. العربيه دي مريحه صح؟ وهو بيكلم بص فاحص وقال كده اتطور مستواك تاني صح؟ جونو مش عايز يرد على السؤال ده وشه باين عليه انزعاج وقال ام جانو هنا؟ جون ابتسم وقال له ايوه الناس بتاعتنا هياخدوك عند ام جانو على طول. بس مخلص كلامه طلع شويه بلطجيه ماسكين اسلحه. احنا قربنا تدريجيا. جون صرخ وقال هم هنا. جونو وقف ساكت مستنيهم يحيطوا بالعربيات بالكامل. جون طلع راسه وصاح ولوح بايده وقال اهلا يا اوغاد عاملين ايه؟ الباقيين اتفاجئوا بسرعه وجم يجروا. واحد منهم قال طب شوف مين ده؟ مش ده رئيس جون؟ واحد تاني اتقرب من باب العربيه وقال بابتسامه كنا فاكرينك اتقفشت ومت يا ريس. جون لوح بشفايفه وقال كنت قريب اموت انا كمان. فجاه واحد من البلطجيه تاني على الناحيه التانيه بص لجونو وسال بريب والده مين ده؟ واحد عرفه فجاه جري وقال ده جونهو. ايه يا واخد انت جونهو صح؟ الكل بدا يتكلم. ده فعلا جونهو الميت. فعلا ده هو اخوك اشترى لك العربيه دي. جون لوح بشفايفه بسخريه وقال جونهو عايز يلاقي مراته خدوه. واحد من البلطجيه سمع كده وقال جيت كل الطريق ده علشان تلاقي مراتك الهربه صح؟ اسمها ميجو صح؟ وشاور للباب الحديدي المقابل وقال انزلوا هي في المبنى ده. جونهو مشي وراهم على طول. الباب الحديدي التقيل فتح بصوت سرير. المجموعه كلها ماسكه اسلحتها جاهزين يندفعوا. جون دفعه جوه بسرعه وقال وهو بيضحك
هتعمل ايه؟ ادخل، مش عايز تشوف مراتك؟ وقال لاصحابه يلا شغلوا الضوء. ايه الضلمه دي؟ اول ما شغلوا الضوء اضواء قويه جدا ظهرت فجاه، ضوت على جونه وخلاه يرفع ايده ويحمي عينيه. قدام عينيه موتور عربيه كبير كله دم مرمي على الارض. تعبير جونه اتلخبط. جون جه جنبه وقال مواتير كتير صح، ده كان شركه موتور عربيه كبيره قبل كده. البلطجيه وراه قالوا ايه؟ موفير رقم 2 صح. مفيش فايده، هنا اكتر من 200 كيس لحم، ازاي افتكرهم كلهم؟ الكلام المقرف اللي قالوه خلى جونه يقف مذهول، بص وراه وسال ام جانو فين؟ الهجوم المفاجئ ما خلاش فرصه لجونه يرد، دم اتناثر وهو وقع على الارض. جون بص له بصوت خشن، رميناها في المفرمه يا وغد، مش كان المفروض ترد عليها؟ البلطجيه حواليهم ضافوا فعلا الوش اللي كده مش شايل حاجه، كان لازم تعيش اطول. الراجل ده ازاي عاش مع شخصيتها المزعجه؟ شاف جونه بيحاول يقف وكمل. جونه مراتك مش فاهمه اهم حاجه دلوقتي. جون فضل يضربه بعصا من غير رحمه. يا وغد مش شايف شغلنا وقع بسبب اخوك الملعون؟ الضربات بقت اعنف، دم جونه جري من غير ما يوقف. البلطجيه مش قادرين يصدقوا. واحد اتنهد وقال يا ريس هتموت الولد كده، مفيش متعه دلوقتي. لكن جون ما وقفش، ضرب وصاح لما قابل اهلك هقول له ازاي اقتلك. وشه بقى مليان كراهيه. عارف كام ليله تخيلت ده؟ جونه فضل واعي يحرك نفسه شويه. جون ضحك وقال يا اخي الولد ده امتن من ما توقع. وبعدين كمل لو طفى صبوا عليه ميه. في دماغ جونه فكره لمعت، هقتلكم كلكم. افتكر ايام لما كان لسه في الالعاب الاونلاين بيزعق انقذوني، هقتلكم كلكم، هقطعكم اشلاء يا اوغاد. كان فاكر ان لما يخلص المدرسه هيتحرر من اذى الناس، لكن لما كبر الحلقه الشريره فضلت مستمره.